السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تانية إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الأول من دروس الجغرافيا، وهو درس الوطن العربي، الموقع والمساحة. في البداية كده، يعني إيه وطن عربي؟ الوطن العربي هو عبارة عن 22 دولة، وطبعا مصر واحدة منهم، وبيجمع ال 22 دولة دول ثلاث حاجات، وهي مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك. فهتلاحظ حضرتك كده واحنا بنتعرف على الدول دي في الخريطة انهم موجودين في مكان واحد جنب بعضهم، فعشان كده بنقول بيجمعهم مكان واحد. وبالنسبة للغة الواحدة اللي بتجمعهم طبعا اللغة العربية. كل الدول دي اللغة الأساسية عندها اللغة العربية، وهي سبب تسمية الدول دي بدول الوطن العربي. أما بالنسبة لتاريخ مشترك، فزي ما هتتعرف حضرتك كده في جزء التاريخ اللي عندك السنة دي، إن دول زي مصر والعراق وغيرها أصبحوا دول عربية بفضل الفتح العربي الإسلامي. فالدول العربية تاريخهم مرتبط ببعض، فعشان كده بنقول بيجمعهم تاريخ مشترك. وبالنسبة لموقع الوطن العربي على خريطة العالم، هنلاقي كده إن الدول العربية اللي قدام حضرتك باللون الأحمر موجودة في جزء من قارة آسيا وجزء من قارة أفريقيا، والقارتين دول من قارات العالم القديم. يبقى لما يسأل حضرتك كده في الامتحان ويقول لك يمتد الوطن العربي وسط قارات العالم الجديد، هتقول له غلط، يمتد في وسط قارات العالم القديم. وزي ما حضرتك شايف كده على الخريطة إن البحر الأحمر بيفصل بين الدول اللي موجودة في قارة آسيا والدول اللي موجودة في قارة أفريقيا. ويلا بينا بقى يا شباب نتكلم عن مكان كل دولة فيهم على الخريطة. هنبدأ بالدول العربية اللي في قارة أفريقيا واللي عددهم 10، وبنسميهم دول الجناح العربي الأفريقي. وهنبدأ طبعا بمصر اللي في جنوبها السودان وفي غربها ليبيا. وابدأ حضرتك بقى احفظ معايا أماكنهم على الخريطة. عندي اللي بعد كده تونس والجزائر والمغرب. وعايزك تركز كده في الجزائر، عشان في طلبة بيجي لهم في الامتحان الجزائر في سؤال الخريطة فيكتبوا في الإجابة ليبيا. لا، ليبيا اللي في غرب مصر كده، اللي جنب مصر على طول، وجنب ليبيا دولة الجزائر. احنا كده قلنا 6 دول وفاضل 4، وهم موريتانيا اللي تحت المغرب والجزائر، وجيبوتي اللي موجودة في آخر البحر الأحمر واللي رقمها 8، وجنبها الصومال. وبالنسبة لعاشر دولة موجودة في قارة أفريقيا، نرجع كده تاني لخريطة العالم، هنلاقي الدولة العاشرة دي موجودة جنوب دولة الصومال، وهي دولة جزر القمر. تقول عليها بقى جزر القمر، جزر القمر، المهم حضرتك تكتبها صح. نرجع بقى تاني كده لخريطة الوطن العربي. وطبعا أكيد حضرتك دلوقتي بتقول هو أنا هحفظهم إزاي دول؟ هقول لك كده إن أول حاجة مطلوبة من حضرتك إنك تكون عارف الفرق ما بين الدول اللي موجودة في قارة أفريقيا والدول اللي موجودة في قارة آسيا، عشان أسئلة صح وغلط أو اختيارات أو غيرها من الأسئلة. والدول اللي احنا لسه قايلينهم دول خلاص انت عرفت ان هم موجودين في قارة افريقيا، احفظهم كده يلا، وردد ورايا بقى بنفس الترتيبة اللي احنا قلناهم بيها، وبعد كده هقول لك ازاي تحفظهم على الخريطة. هنبدأ يلا كده ونقول مصر، سودان، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، موريتانيا، جيبوتي، صومال، وجزر القمر. تاني اقولهم لك سريعا كده: مصر، سودان، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، موريتانيا، جيبوتي، صومال، وجزر القمر. طبعا حضرتك بقى رددهم مع نفسك كده لحد ما يثبتوا في دماغك. وبالنسبه لحفظهم على الخريطه، امشي برضك بنفس الترتيبه، وابدا بمصر والسودان وليبيا وعلم عليهم برقم 7 زي كده. بعد كده تونس، جزائر، مغرب، وهم كمان علم عليهم برقم 7. وبعد كده عندك دوله موريتانيا، وفي اواخر البحر الاحمر جيبوتي والصومال. ولو تلاحظ كده حتى الصومال نفسها شبه رقم 7 بس بالانجليزي اللي هو رقم 7. وبالنسبة لجزر القمر ما بتجيش في سؤال الخريطة، بس ليها سؤال مهم هنقوله في اللي جاي. يبقى حضرتك كده تعتبر ان رقم 7 هو كلمة السر اللي هتحفظ بها الدول العربية في افريقيا. هم واضحين ومعظمهم بيجوا في سؤال الخريطة في الامتحان. اما بالنسبة لل 12 دولة اللي موجودين في قارة اسيا، فهفرح حضرتك كده وهقول لك ان 5 بس من ال 12 دولة دولت هم اللي مهمين في سؤال الخريطة، والباقي تكون عارف بس ان هم تبع اسيا. طب ايه هم الخمس دول دول؟ اول واحده عندي اللي هي دوله السعوديه، وفي جنوب السعوديه كده عندي دولتين، اللي في جنوبها من ناحيه اليمين دوله عمان، جنب عمان ناحيه الشمال كده اللي هي دوله اليمن. وركز في الفرق ما بينهم، بيجوا كتير جدا في سؤال الخريطه، وما تقلقش في كام حاجه كده هنقولها على الخريطه في اللي جاي هيخلوك تقدر تفرق ما بينهم بكل سهوله. طب بالنسبه للدوله الرابعه هي دوله العراق، اللي موجوده اهي في شمال السعوديه. والدوله الخامسه دوله الامارات، وموجوده فوق عمان اهي. طب بالنسبة للسبع دول الباقيين، نروح كده عند شمال شرق مصر على يمين البحر المتوسط، هنلاقي دولة فلسطين رقم 6. طبعا حد فيكم يسأل معقول دولة فلسطين ما تجيش في سؤال الخريطة؟ باقي الدول حتى لو هيجي لك واحدة منهم هيجيب لك حاجة هي معروفة بيها، فمن غير ما تحتاج أصلا إن أنت تبص على الخريطة هتجاوب.
يعني على سبيل المثال لو انا سألت حضرتك قبل ما نكمل الدرس ايه الدولة العربية الوحيدة التي لم تحصل على استقلالها، هتقول لي طبعا دولة فلسطين اللي بتحتلها اسرائيل. كل الدول العربية حصلت على استقلالها ما عدا دولة فلسطين. بيقول لك كده بقى في سؤال الخريطة مثلا واحد دولة لم تحصل على استقلالها، فطبعا الإجابة تبقى فلسطين من غير ما تبص للخريطة. طب الدولة اللي بعد كده لبنان رقم 7، وبعدها سوريا رقم 8، وتحت سوريا كده دولة الأردن رقم 9. ونروح بعد كده لدولة الكويت هنلاقيها تحت العراق اهي رقم 10، وتحت الكويت دولة قطر رقم 11، والبحرين 12. وزي ما قلنا الدول العربية في أفريقيا بنفس ترتيبهم، هنا برضك هنقولهم بنفس ترتيبهم. فهنقولهم كده: سعودية، عمان، يمن، عراق، إمارات. سعودية، عمان، يمن، عراق، إمارات. فلسطين، لبنان، سوريا، أردن. فلسطين، لبنان، سوريا، أردن. كويت وقطر والبحرين. كويت وقطر والبحرين. عندي بالنسبة للموقع الجغرافي للوطن العربي، طب يعني ايه في البداية كده موقع جغرافي؟ الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. تاني كده تعريف الموقع الجغرافي: هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. وزي ما هنتكلم دلوقتي عن الموقع الجغرافي للوطن العربي، هنشوف ايه اللي حواليه، سواء اللي حواليه ده كان يابس او ماء. فعندي على سبيل المثال جنوب الوطن العربي في الجزء الافريقي هنلاقي الصحراء الكبرى، وطبعا الصحراء دي يابس. وبالنسبة لجنوب الوطن العربي في الجزء الاسيوي هنلاقي المحيط الهندي، وطبعا ده ماء. فعشان كده في تعريف الموقع الجغرافي بنقول هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. ومن خلال الموقع الجغرافي للوطن العربي هنلاقي كده ان الوطن العربي بيطل على محيطين وثلاث بحار وثلاث خلجان. وبالنسبة للمحيطين احنا لسه قايلين واحد منهم اللي هو المحيط الهندي موجود في جنوب الوطن العربي طبعا في الجزء الاسيوي، وعندي المحيط الاطلنطي موجود في الغرب. وخلي بالك بقى الجزء ده كله المحيط الاطلنطي. والمحيط الاطلنطي او المحيط الهندي هديه كده في سؤال الخريطه، فيا ريت حضرتك ما تتلخبطش. اللي في الغرب المحيط الاطلنطي، واللي في الجنوب ناحيه اسيا طبعا اللي هو المحيط الهندي. يعني ما يجيلكش مثلا في الغرب وينزل بالرقم شويه مثلا هنا ويجي يسالك يقول لك المحيط ايه، فتقول له المحيط الهندي، تقول المحيط ما انت قلت في الجنوب. لا، انا عندي الوطن العربي في غربه كل الجزئيه دي بتمثل المحيط الاطلنطي. يعني جاب لك الرقم فوق او الرقم تحت، وانا كاتب لك المحيط الاطلنطي مرتين اهو عشان ما تلخبطش. كل الجنب ده المحيط الاطلنطي. المحيط الهندي الناحيه الثانيه اهو هنلاقيه تحت الجزء الايه الاسيوي. عندي بالنسبه للثلاث بحار في الشمال كده اللي هو البحر المتوسط، وهنا كده البحر الاحمر، وثالث بحر اللي هو البحر العربي فوق المحيط الهندي. يبقى البحار متوسط احمر عربي. طب بالنسبه للخلجان اللي عددهم برضو 3، اول خليج عندي خليج عدن وده تحت البحر الاحمر هنا كده، وجنب دولة عمان خليج على اسمها وهو خليج عمان. ودي حاجة بقى تخلي حضرتك كده ما تتلخبطش بين دولة عمان واليمن، الاتنين مهمين بيجوا في سؤال الخريطة. قلت لك تحت السعودية اللي على اليمين عمان، اللي على الشمال اليمن. طيب اديك عرفت ان عمان ليها خليج بتطل عليه واخد اسمها اللي هو خليج عمان. وانا مش هقول لحضرتك في اللي جاي مثلا ان في خليج اسمه خليج اليمن، فكده عمان اللي هي ناحية خليجها اللي هو خليج عمان. عندي الخليج الثالث جنب خليج عمان وهو الخليج العربي. والخليج العربي بقى مهم في سؤال الخريطة، بيتكرر كتير في الامتحان، فاحفظ مكانه. ولاحظ حضرتك كده حاجة صغيرة ان الخلجان اللي عندنا ال3 كلهم حرف العين اساسي: عدن، عمان، وعربي. يبقى تاني كده عندي بالنسبة للمحيطات هما 2 بس اللي بيطل عليهم الوطن العربي: الهند في الجنوب والاطلنطي في الغرب. طيب بالنسبة للبحار متوسط واحمر والبحر العربي. طيب بالنسبة للخلجان عندي خليج عدن وعمان وعربي. والبحر العربي زي ما قلت لك فوق المحيط الهندي، وفي خليج ليه نفس الاسم اللي هو جنب خليج عمان واللي قلت لك مهم اللي هو الخليج العربي. يبقى في بحر عربي وفي الخليج العربي، وركز بقى في الفروقات دي. ونتيجة بقى للمحيطات والبحار والخلجان اللي بيطل عليها الوطن العربي، بنلاقي كده ان كل الدول العربية بتمتلك سواحل. يعني كده ال 22 دولة اللي احنا قلناهم بيطلوا حتى لو بجزء بسيط من اراضيهم على بحر او محيط او ممكن الاتنين مع بعض. فعندنا مصر على سبيل المثال بتطل على البحر المتوسط، وعندي دولة موريتانيا بتطل على محيط اللي هو المحيط الاطلنطي، وعندي دولة المغرب بتطل على الاتنين، بتطل على المحيط الاطلنطي والبحر المتوسط. فعشان كده بنقول ان كل الدول العربية بتمتلك سواحل يطل بعضها على بحار او محيطات او الاثنين معا. الاثنين معا زي ما قلنا دلوقتي كده المغرب بحار مثلا بس مصر، محيط بس زي موريتانيا على سبيل المثال يعني.
عندي بالنسبة للموقع الفلكي للوطن العربي، طب في البداية كده ما المقصود بالموقع الفلكي؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب التعريف تاني كده، هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، والموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. والتعريفين سهلين وهدايا وبيتكرروا كده كتير أوي في الامتحان، ما تتلخبطش ما بينهم. طيب بالنسبة للموقع الفلكي للوطن العربي، في البداية كده بيمر بالوطن العربي دائرتين من دوائر العرض الرئيسية، وهما دائرة الاستواء اللي موجودة في جنوب الوطن العربي، والدائرة التانية هي مدار السرطان فوق شوية اهي. وبيمر كمان بالوطن العربي خط الطول الرئيسي وهو خط جرينتش. وعند الوطن العربي بيقع بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و2 جنوبا، وخطي طول 60 شرقا و17 غربا. وعشان نفهم الكلام ده، حضرتك عارف من السنة اللي فاتت في أولى إعدادي إن دائرة الاستواء درجتها أو رقمها 0، وإن في شمالها 90 دائرة عرض وفي جنوبها 90 دائرة عرض. والوطن العربي احنا لسه قايلين بيمتد بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و2 جنوبا، يعني بيمر بالوطن العربي كده 37.5 دائرة عرض في الشمال و2 بس في الجنوب. وعشان تفهم أكتر هسألك سؤال كده صح أو غلط، يقع معظم مساحة الوطن العربي في نصف الكرة الجنوبي أو جنوب دائرة الاستواء؟ طبعا هتقول لي الإجابة غلط، ده الوطن العربي معظم مساحته في الشمال زي ما واضح قدام حضرتك كده في الخريطة، في 37.5 دائرة عرض في الشمال و2 بس في الجنوب، يبقى معظم مساحة الوطن العربي تقع في نصف الكرة الشمالي. طب بالنسبة لخطوط الطول قدام حضرتك كده خط جرينتش، واللي رقمه برضك زي ما حضرتك عارف 0. في شرق خط جرينتش زي ما حضرتك عارف برضك 180 خط طول، وفي غربه 180 خط طول. وعند الوطن العربي بيقع بين خطي طول 60 شرقا و17 غربا، يعني بيمر بيه كده 60 خط طول في الشرق و17 خط طول في الغرب. افتكر حضرتك كده دولة قلناها في أفريقيا ما بتجيش في سؤال الخريطة، بس ليها سؤال مهم في اللي جاي، اللي هي دولة جزر القمر. احنا لسه قايلين ان الوطن العربي اخره في الجنوب كده دائرة عرض 2 جنوبا، لا انا عندي بقى جزر القمر دي موجودة عندي دائرة عرض 12 جنوبا وخط طول 44 شرقا. يبقى لما يسأل حضرتك كده في سؤال اختيارات او اكتب ما تشير اليه العبارة ويقول لك دولة تقع خارج النطاق الفلكي، هتقول له دي جزر القمر. طيب دولة تقع عند دائرة عرض 12 وخط طول 44 شرقا، برضك الإجابة جزر القمر. ممكن ننوع في الأسئلة والإجابة برضك هتبقى جزر القمر. يقول لك الدولة التي تقع في المحيط الهندي، هنقول له جزر القمر. طب دولة عربية تقع بكامل مساحتها في نصف الكرة الجنوبي أو جنوب دائرة الاستواء، هنقول له الإجابة برضك جزر القمر. عندي بالنسبة لحدود الوطن العربي نبدأ بالحدود الشمالية، البحر المتوسط، عندي جبال اللي هي جبال طروس. وبالنسبة للجنوب عندي حاجتين، الصحراء الكبرى في الجزء الأفريقي والمحيط الهندي في الجزء الآسيوي، دولت لسه قايلينهم من شوية. طب بالنسبة للشرق عندي 3 حاجات اللي هم الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي. وفي الغرب حاجة واحدة برضك لسه قايلينها اللي هو المحيط الأطلنطي. أما في شمال شرق الوطن العربي عندي جبال كردستان وجبال زاجروس. وطبعا بقى جبال طروس أو جبال كردستان وزاجروس ممكن تقابلك كده في سؤال الواجب في جزئية الخريطة، وبيبقوا بقى في سؤال الخريطة في الامتحان قليل جدا لما ممكن ان هو يجيبهم لك. بس هقول لك على حاجة كده تقدر تفرق ما بينهم عشان سؤال الواجب. عندي 3 جبال جنب بعض، ازاي هقدر افرق ان دي جبال طروس ولا كردستان ولا زاجروس؟ بص كده جبال طروس هنلاقيها قريبة من البحر المتوسط موجودة في الشمال اهي. طيب بالنسبة لجبال زاجروس هتلاقيها قريبة من الخليج العربي. طيب لو جاب لي الرقم عندي جبال لا هي قريبة من الخليج العربي ولا البحر المتوسط، تبقى دي جبال كردستان. يبقى بالنسبة للحدود تاني كده قلنا حاجتين في الشمال بحر متوسط جبال طروس. طيب في الجنوب حاجتين برضك الصحراء الكبرى والمحيط الهندي. في الشرق قلنا 3 حاجات، خليج العربي خليج عمان والبحر العربي. طيب في الغرب المحيط الأطلنطي. في الشمال الشرقي قلنا جبال كردستان وجبال زاجروس. طب لو حضرتك خدت بالك كده هتلاقي ان حدود الوطن العربي عبارة عن حدود طبيعية، وبيجي عليها سؤال مهم وهو ما النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية اللي نتج على ان حدودنا حدود طبيعية تتمثل في بحار ومحيطات وجبال؟ بنقول الإجابة أدى ذلك إلى احتفاظ الوطن العربي بشخصيته العربية المميزة بين الأمم. 2 اتصاله بالعالم الخارجي. طب بالنسبة لرقم 1 في الإجابة، إيه علاقة حدود الوطن العربي اللي هي عبارة عن بحار ومحيطات وجبال باحتفاظ الوطن العربي بشخصيته المميزة، أو يعني باحتفاظنا كعرب بشخصيتنا اللي معروف عنها الشجاعة والشهامة والجدعنة والكرم والاعتزاز بالدين وكل الكلام الحلو ده؟
طبعا دي شوية حاجات كده في شخصيتنا بتميزنا عن باقي الشعوب. الدول الأجنبية وغيرها ما بيبقاش عندهم حتة الشهامة واللي احنا بنسميها الجدعنة، ما عندهمش حتة الكرم كده واللي هي إكرام الضيف اللي احنا بنبقى مميزين بيها. فالحدود هنا مثلا زي البحار والمحيطات خلت بيننا وما بين الدول دي مسافات كبيرة جدا، فده خلى اختلاطهم بينا يبقى قليل. فيدوبك كده اللي بيننا وبينهم تبادل تجاري، بنشتري منهم بضايع او اللي هي منتجات نبيع لهم منتجات. بس هل احنا بقى اتأثرنا بيهم وقلدناهم مثلا في لبسهم او عاداتهم؟ طبعا لا، عشان في حاجات كتير عندهم بتخالف ديننا وعاداتنا وتقاليدنا اللي اتربينا عليها. فعشان كده بنقول ان الحدود الطبيعية ساعدت على احتفاظ الوطن العربي بشخصيته المميزة بين الامم. وبالنسبة لرقم 2 اتصاله بالعالم الخارجي، فمن خلال البحار والمحيطات والخلجان اي دولة عربية سهل جدا عليها ان هي توصل لاي دولة في العالم، وده معنى كلمة اتصاله بالعالم الخارجي. وبالنسبة لمساحة الوطن العربي تبلغ مساحته حوالي 13 مليون كيلو متر مربع. بالنسبة لأهمية موقع الوطن العربي هنبدأ بالأهمية الحضارية. نتيجة لقيام عدة حضارات قديمة على أرض الوطن العربي زي الحضارة المصرية القديمة أو اللي احنا بنسميها الحضارة الفرعونية، عندي حضارة العراق القديم أو حضارة بلاد ما بين النهرين، وعندي برضك حضارة بلاد الشام وحضارة بلاد اليمن. وممكن يجي لي كده السؤال على الأهمية الحضارية دلل أو بما تفسر، والإجابة هتبقى واحدة. يجي يقول لي كده بما تفسر للوطن العربي أهمية حضارية، هنقوله بقى بشكل سهل كده بسبب قيام حضارات على أرضه مثل حضارة مصر والشام والعراق واليمن. تاني حاجة عندي الأهمية الدينية، وبيجي عليها سؤال برضك بما تفسر أو دلل، وبرضك الإجابة بتبقى واحدة. فيقول لي كده مثلا بما تفسر اكتسب الوطن العربي أهمية دينية أو قيمة روحية عظيمة في نفوس معظم سكان العالم. طبعا أول حاجة عندي لأنه مهد الديانات السماوية زي الإسلامية واليهودية والمسيحية. الرسول صلى الله عليه وسلم ده بالنسبة للإسلام اتولد زي ما هنعرف كده في جزئية التاريخ، وحضرتك أصلا عارف في مكة اللي هي في السعودية اللي هي دولة عربية. عندي بالنسبة لليهودية سيدنا موسى زي ما حضرتك عارف كده كان موجود في مصر. وبالنسبة للمسيحية طبعا سيدنا عيسى، حضرتك عارف من منهج ابتدائي كده ان هو اتولد في فلسطين. يعني سواء اسلام او يهودية او مسيحية كلهم ديانات خرجوا من ارض عربية وانتشروا منه للعالم. عشان كده بنقول في اول حاجة في الاجابة لانه مهد الديانات السماوية التي انتشرت منه للعالم. تاني حاجة برضك ادت للوطن العربي كده قيمة روحية او مكانة دينية، وجود اماكن مقدسة زي الكعبة المشرفة بالسعودية والمسجد الاقصى وقبة الصخرة وكنيسة المهد بدولة فلسطين. يعني حتى الاماكن المقدسة للديانات الثلاثة كلهم موجودين في دول عربية. كعبة موجودة في السعودية زي ما حضرتك عارف، مسجد اقصى وقبة الصخر وكمان كنيسة المهد موجودين في دولة فلسطين. عندي بقى بالنسبة للأهمية رقم 3 الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، والأهمية الثالثة هي كمان بتيجي في شكل دلل كده أو بما تفسر. وخلي بالك بقى أحب أقول لك من دلوقتي إن الأهمية الحضارية أو الدينية أو الاقتصادية والاستراتيجية لازما واحدة منهم أساسي في سؤال الامتحان، وهدية مني ليك أهو. طيب إيه سبب إن الوطن العربي ليه أهمية اقتصادية؟ بنقول كده بسبب تنوع موارده الاقتصادية، وجود البترول والغاز الطبيعي على أرضه، تحكمه في طرق التجارة العالمية. وبالنسبة لرقم 1 في الإجابة تنوع موارده الاقتصادية، طبعا ربنا سبحانه وتعالى وهب دول الوطن العربي بموارد اقتصادية متنوعة. والنقطة دي ممكن كده تجيلي في شكل سؤال بما تفسر، يقول لي كده بما تفسر تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي. هنقول الإجابة كده بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به. وطبعا تنوع الأقاليم المناخية اللي مقصود بها يعني تنوع المناخ في الوطن العربي، حضرتك عارف كده ان تنوع المناخ بينتج عنه تنوع الحياة النباتية واللي هي كمان مقصود بها النباتات. وطبعا كل نوع من النبات زي ما حضرتك عارف كده ليه أهمية اقتصادية. ففي نبات بنتغذى عليه زي اللي هي المحاصيل الزراعية وغيرها، وعندك مثلا الأشجار بتبقى مصدر الأخشاب، في نباتات طبية بتدخل في صناعة الأدوية، وهكذا من أمثلة النباتات. فطبعا النبات ليه أهمية اقتصادية ومتنوع في الوطن العربي نتيجة لتنوع الأقاليم المناخية أو اللي هو تنوع المناخ. وبالنسبة بقى للتكوينات الجيولوجية المقصود بها طبيعة سطح الوطن العربي أو اللي هي بنسميها أرضية الوطن العربي، موجود كده على سطحها العديد من الصخور والأحجار اللي ليها استخدامات كتيرة جدا في الصناعة. ده بالإضافة أن في باطن أرض الوطن العربي بنلاقي الكثير من أنواع المعادن اللي بيدخلوا في العديد من الصناعات. عشان كده بنقول في رقم 1 ان من اسباب اللي خلت للوطن العربي اهمية اقتصادية تنوع موارده الاقتصادية، واللي هي متنوعة زي ما لسه قايلين بسبب تنوع الاقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به. رقم 2 عندي وجود البترول والغاز الطبيعي على ارضه.
طبعا بالنسبة بقى للبترول والغاز الطبيعي موجودين بكميات كبيرة جدا الحمد لله في الدول العربية، ومنهم دولتنا مصر. طبعا حضرتك كده عارف ان البترول والغاز الطبيعي من اهم مصادر الطاقة اللي بتحتاج ليها الالات في المصانع، كمان توليد الكهرباء. فمن الاخر كده من غير بترول او غاز طبيعي هتبقى الحياة صعبة، ولا في الات هتشتغل ولا في حضرتك كهرباء هتشتغل، والدنيا هتبقى صعبة جدا. ودي من الحاجات برضك اللي خلت للوطن العربي اهمية اقتصادية وقيمة اقتصادية عند كل الدول. بالنسبة لرقم 3 بقى، تحكمه في طرق التجارة، والنقطة دي برضك ممكن تجيلي لوحدها كده في شكل سؤال بما تفسر، وهيبقى إجابته بسبب موقعه المتوسط بين قارات العالم. 2 إشرافه على مسطحات وممرات مائية هامة. ولاحظ كده حضرتك إن الوطن العربي بيشرف على 3 أذرع مائية، أو اللي بنسميها مسطحات مائية مهمة، وهي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. كما أنه يتحكم في 4 ممرات مائية مهمة زادت من أهميته الاقتصادية. ويلا نفهم بقى الكلام ده على الخريطة. عندي بالنسبة بقى لل3 أذرع مائية اللي احنا لسه قايلينهم، البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، ودول مهمين جدا في حركة السفن. عندي على سبيل المثال لو دولة في أوروبا عايزة بترول من دول الخليج العربي زي السعودية والإمارات وغيرها من الدول اللي بتطل على الخليج العربي، هتضطر السفن دي لما تيجي تخرج من الدولة الأوروبية إن هي تمشي في البحر المتوسط لحد ما توصل لقناة السويس، ومن قناة السويس كده هتدخل البحر الأحمر، وبعد كده هتخرج للخلجان اللي احنا قلنا عليها لحد ما توصل للخليج العربي، وهي راجعة نفس القصة. فعشان كده بنقول ان احنا بنتحكم في طرق التجارة. طب وبالنسبة للممرات المائية واللي عددها 4، عندي برضك الخريطة هنقولهم في شكل مثل كده عشان نفهمه. عندك كده مثلا السفن اللي وصلت للخليج العربي عشان تخرج منه وترجع لبلدها هتعدي على حاجة كده ما بين الخليج العربي وخليج عمان اسمها المضيق، والمضيق ده بيبقى عبارة عن ممر مائي ضيق بيصل بين مسطحين مائيين. فعندي هنا كده مضيق بيوصل للخليج العربي خليج عمان، ادي المسطحين المائيين اللي بيوصل ما بينهم المضيق. طب اسمه ايه بقى المضيق اللي هنا؟ مضيق هرمز، وبتشرف عليه دولة عربية اللي هي دولة عمان مع دولة غير عربية اللي هي دولة إيران. طب وايه اللي هتستفاده عمان وإيران في وجود المضيق ده؟ هتضطر السفن أثناء خروجها من الخليج العربي إن هي تدفع بالبلد كده فلوس لكل من دولة عمان وإيران، وممكن دولة زي عمان في المضيق ده قصاد مثلا أي دولة عاملة معاها مشاكل، وده معنى كلمة تحكمه في طرق التجارة. لما أجي أسألك كده بقى مضيق هرمز أهميته إيه؟ هتقول لي كده إن هو بيصل للخليج العربي بخليج عمان ومنهم إلى المحيط الهندي. مضيق هرمز احفظ مكانه على الخريطة عشان مهم من الحاجات اللي بتتكرر برضه في سؤال الخريطة. عندي بقى السفن لما تخرج بقى من خليج عمان وترجع لدولتها هتمشي كده عند خليج عدن، وعشان تخش البحر الأحمر هتمر برضه بمضيق تاني. المضيق ده موجود هنا كده واسمه مضيق باب المندب، والمضيق ده بقى بنسميه مضيق عربي خالص لأن اللي بتشرف عليه دول عربية زي دولة اليمن ودولة جيبوتي. لكن في هرمز قلنا دولة عربية اللي هي عمان ودولة غير عربية اللي هي إيران. طبعا أهمية بقى مضيق باب المندب أنه يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبالتالي المحيط الهندي، وبعد كده بقى السفن هتكمل لحد ما توصل عند قناة السويس اللي طبعا بتشرف عليها دولة مصر. طبعا حضرتك عارف ان قناة السويس بتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط. السفن خلاص بقت في البحر المتوسط. طب لو افترضنا ان السفن دي بقى واخدة بترول وهتروح بيه على دولة موجودة في قارة أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية، هتضطر كده لما تيجي عند آخر البحر المتوسط من ناحية الغرب إن هي تمر بمضيق تالت عندي هنا وهو مضيق جبل طارق. عندي مضيق جبل طارق زي ما حضرتك شايف كده بتشرف عليه دولة عربية اللي هي المغرب ودولة أوروبية اللي هي إسبانيا. وطبعا أهمية مضيق جبل طارق إن هو بيصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي، هو اللي بيوصل السفن اللي خارجة مثلا من البحر المتوسط للمحيط الأطلنطي أو العكس. وبالنسبة بقى للمضايق أو الممرات دي مهمة جدا في سؤال الخريطة، فلازم تحفظ أماكنهم وهنقولهم برضو بنفس الترتيب واحفظهم بالنغمة دي: هرمز باب المندب قناة السويس وجبل طارق. هرمز باب المندب قناة السويس وجبل طارق. وده عندي كده بالنسبة للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. طب يعني إيه بقى الأهمية الاستراتيجية؟ الأهمية الاستراتيجية هي التعريف الثالث اللي موجود عندي في الدرس، هي الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. طبعا زي ما لسه قايلين في اللي فات إن السبب في الأهمية الاقتصادية والأهمية الاستراتيجية
الموقع المتوسط بين القارات، زائد بقى تحكم في طرق التجارة. بمعنى كده زي ما احنا بنستفاد من مرور السفن التجارية اللي جاية من دول أوروبا أو غيرها بالممرات المائية اللي احنا نتحكم فيها، نستفاد اقتصاديا أو اللي هو ماديا. ممكن لو وقت الأزمات بقى وفي مشاكل أو حروب أو غيره إن احنا نمنع عنهم المرور بالمضايق بتاعتنا، نقفلها لهم كده. لكن في وقت السلم ادينا بنستفاد منهم اقتصاديا أو اللي هو ماديا. وعندي بقى بالنسبة لآخر حاجة كده سؤال مهم جدا: ما النتائج المترتبة على أهمية موقع الوطن العربي اللي هي الجغرافية أو الاستراتيجية؟ بنقول في الإجابة كده: تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي الذي نهب خيراته وقام بتقسيمه لدول مختلفة في المساحة وعدد السكان، وتسبب في ظهور بعض المشكلات السياسية. نتيجة بقى للأهمية الكبيرة كده لموقع الوطن العربي والخير اللي موجود فيه، ده عرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي أو الاحتلال الأوروبي. زي ما كده مصر تعرضت للحملة الفرنسية زي ما عرفت في اللي فات، والاحتلال البريطاني وغيرها طبعا من الدول العربية، وتم نهب خيرات الدول العربية. زائد ان هم بعد الحروب اللي خاضوها زي الحرب العالمية الأولى قاموا بتقسيم الدول العربية إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان. زي ما حضرتك كده شايف في الخريطة تحس إن الدول العربية عبارة عن مكعبات. هم بعد الحرب العالمية الأولى قعدوا ابتدوا إن هم يقسموا الدول دي عشان يوزعوها على بعضهم. زائد بقى إن الاستعمار الأوروبي ده تسبب في ظهور بعض المشكلات السياسية زي مشكلة فلسطين، زي ما قلنا كده الدولة الوحيدة التي لم تحصل على استقلالها. وعندي مشكلة تانية اللي هي مشكلة الجزر الإماراتية، ودي كلها مشكلات موجودة في الجناح الآسيوي. عندي بالنسبة للمشكلات في الجناح الأفريقي مشكلة دولة جنوب السودان ومشكلة دارفور. وعندي في المغرب كده مشكلة المدن المغربية زي سيبتا ومليلة. بالنسبة بقى لسؤال الدرس: ما هي الدول العربية التي تقع بكامل مساحتها في نصف الكرة الغربي؟ اكتب بقى إجابتك في كومنتات، إن شاء الله اللي إجابته هتبقى صح هيتم ذكر اسمه في الفيديوهات اللي جاية، وهيبقى ليه بوست خاص كده في المنتدى الخاص بالقناة. وبكده يا شباب نكون خلصنا درس النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. ويا ريت بقى يا شباب لايك واشتراك في القناة، تعرفوا أصحابكم بقى بالقناة دي عشان الكل يستفاد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.